تبدأ بالعناق. كيف ستنتهي هذه المواجهة بين الريالين، ريال مدريد وريال سوسيداد؟ مرحبا بكم مشاهدينا الافاضل اينما كنتم، اهلا وسهلا. هنالك في حضور جماهيري كبير ريال الترتيب بفارق نقطة واحدة. نادي ريال سوسيداد سيكون بهذا التشكيل في هذه المعاق المصاب هو ريال مدريد ادواردو كامافينجا، موريكو فالفيردي وبيلينغهام مرة ثانية مع يسرى خطيرة، جود بيلينغهام رائعة، ألابا وبيلينغهام وألابا ما يكون في 4 مباريات لعبها. رودريغو على جهة اليسرى مع كوبو مازال العرضية، رائعة، جول رائعة وجول. بارنتشي يفتح مجال التسجيل للريال، ولكن ليس مدريد بل هو سوسيداد. 1-0 في الدقيقة 5 من انطلاقة الشوط الأول. لعبة بلعبة، كرة بكرة، ولكن خطيرة للريال. رودريغو رائعة الكرة هذه في اتجاه البرازيلي. من هنالك رودريغو، هذه ينقصه كثيرا سيسار فينيسيوس جونيور. دائما جود بيلينغهام في التمرير، وجود بيلينغهام عفوا كوبو ممتازة. فيدريكو فالفيردي توزيع عن خوسيلو على جهة اليمنى، يبحث عن رودريغو، ممتازة من توني، راحت من هنا في اتجاه ناحية جود بيلينغهام. تغطية أخرى للاعب تراوري، محاولة المرور، رودريغو ريال سوسي ويرسبال. البحث عن الكرات البعيدة. في هنالك على الكرة تروح مباشرة لميندا. كوبو الثاني، فران غارسيا، فران التوزيعة، ميرينو كارفاخال وجول. لا خطيرة، فرصة ولا أروع ضاعت للريال. العارضة الأفقية ردت. وجود بيلينغهام، رودريغو رائعة رائعة من بيلينغهام ورائعة من كارفاخال، ورائعة التغطية هنا من قبل اللاعب بارنتشيا. بيلينغهام، خوسيلو رودريغو، بيلينغهام رودريغو ثانية. رودريغو يبحث عن الكرات المرة. غارسيا عنده الكرة الآن. لا دافيد ألابا وروديجير، وين يتمكن من هذه الكرة. فالفيردي يجي بيلينغهام الكرة هذه بين تشواميني والتوزيع الرصيق مازال. لا معذرة. وغارسيا هرب منه إليك رودريغو وانطلق من هنا عن طريق روديجير. كوبو التسديدة. التسديدة مرة ثانية كاد يفعلها كوبو الياباني، كاد يسجل الثاني، وكاد بارنتشيا كذلك يسجل. يا سلام علينا. كوبو يتوقف، كوبو ينطلق، كوبو يمرر، كوبو يسدد، كوبو قد يسجل. تدخل قوي وخشن. قام يرجع لكارفاخال والتوزيع عليه ممتازة. بارنتشيا انها مفتوح، هائلة من بيلينغهام لتشواميني غارسيا. كرة البعيدة من روديجير، خوسيلو رائع. رودريغو ينهض كلك، ينهض يا رودريغو. ليس هناك ركلة جزاء. حكم المباراة سيسار سوتو تراوري، دخل تراوري عرضية، وبارنتشي يكاد يلحقها. الكرة كانت ممتازة من تراوري، من بارنتشي يستلم. هاي واحدة من الكرات اختطفها رودريغو. لو نورمان ضيعتها لبارنتشي. قوية ضربة في الدفاع وراحت ركنية. اللعبة كم كانت رائعة بين مارتين سوبيميندي وكذلك أندر بارنتشي. الحكم يخلي اللعب تسترجع من ريال سوسيداد. غارسيا، انطلاقة من غارسيا وتيرني، والحكم المساعد يرفع الراية. غارسيا، رودريغو، تسديد، الجول. يا سلام على اللقطة، يا سلام على اللعبة، يا سلام على السرعة وعلى الدقة وعلى القوة في التسديد عند رودريغو. عنده الكرة الآن، رودريغو تحت وجود بيلينغهام. الكرة البعيدة من روديجير ناحية يلعب مندس البيني. كوبو تنثير لتيرني، تغطية دفاعية أيضا تدخل سوبيميندي. ضيق كرة ممتازة وخطيرة. كارفاخال توصل لتيرني مرة ثانية.
فالفيردي كارفاخال البرنشية. الكرة فريق ريال سوسيداد روعة في الاستحواذ. كوبو راسية يوزع كرة خطيرة راسية مرة ثانية ممرر حاسم فرانر مرر كرة أولى. هنا لوكا رودريغو تماس باليد في شكل ركنية بعيدة. رانشيه لم يمر. التغطية الدفاعية كوبو ضاعت. كارفاخال في الاسترجاع. بيلينغهام لا روعة. استلمها الولد دخل الولد راوغ الولد ترمى كرة جول ثالث للريال. كاد ياتي الجول الثالث. تسديده ادخل كوبو راح كوبو رائع. كذلك فران غارسيا الذي ينال البطاقة الصفراء. أنا وسيلة الوحيدة. مندس يرفع الكرة خطير. سوبي مندي الكرة البعيدة. رودريغو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موعد وتوقيت مباراة ريال مدريد ضد نظيره نادي ليل الفرنسي في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025 في الجولة الثانية في ملعب نادي ليل في فرنسا في مباراة الذهاب. قبل البداية في الفيديو لا تنسونا من الإعجاب والاشتراك في القناة والصلاة والسلام على نبينا محمد. وهيا بنا لنبدأ. تأتي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ونادي ليل قناة بي ان سبورت الأولى والمعلق عليها حفيظ الدراجي، وقناة بي ان سبورت الرابعة والمعلق عليها عصام الشوالي. فيما تأتي هذه المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة وبتوقيت بغداد والبحرين والعراق وسوريا وقطر واليمن ولبنان والسودان، وفي تمام الساعة 12 صباحا بتوقيت المغرب وتونس والجزائر وبتوقيت عمان وبتوقيت الإمارات، بينما تأتي في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر ومصر. بهكذا قد نكون عرضنا لكم كافة التفاصيل عن مباراة ريال مدريد ضد نظيره نادي ليل، وذلك في 2024 الموافق شهر 10 يوم 2 من شهر 10 في يوم الأربعاء. وشكرا لكم ودمتم في أمان الله وحفظه.